السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. النهاردة هنعمل الرقاق الناشف اللي هو بتاع العيد بقى. كل سنة وحضراتكم طيبين. دول حوالي كيلو ونص دقيق اهو. والرقاق طبعا ما بيحتاجش ليه غير مية وملح فقط لا غير، مفيش اي حاجة خالص تاني. اهم شوية الملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعجن بمية عادية خالص من الحنفية، مية من الحنفية على طول. بس اهم حاجة ان احنا بنخليه مش طري، بنخليه ناشف شوية عشان نعرف نفرد العجينة بتاعتنا. اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنعجن كده بالتدريج بقى كده. اهم حاجة نخلي العجينة بتاعتنا لابسة عشان نفرده حلو ومنطلش العجينة. ونحط كده شوية شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. انا اسفه بقى على الاضاءه، معلش انا اسفه، مش عارفه الاضاءه مالها والله خالص. انا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ميه ودقيق بس وشويه ملح وخلاص، على كده مش محتاج اي حاجه خلاص تاني. بنلفه طبعا بالميه كده لغايه ما يتلف معانا، وبعد كده بنلمه وبنغطيه شويه كده بس يرتاح شويه صغيرين، 10 دقايق بالكتير او ربع ساعه مثلا. وبعد كده بنبتدي نفرد فيه ونلبسه على طول. ما بيحتاجش يخمر ولا اي حاجه لانه ما فيهوش خميره. دلوقتي العجينه اهي ما شاء الله. اللهم صل على محمد. كده ايه، ببل ايدي ميه بس كده اهو. شوفوا العجينه لابسه ازاي بتاعت الرقاق الناشف بتاعت العيد، مش متبقاش طريه، تبقى لابسه شويه كده. ان شاء الله لما نيجي نفردها هتتفرد معانا، يعني ما تلزقش في اي حاجه. بصوا ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. هنجيب ايدنا ميه بسيطه كده اهو. كده بقى هنسيبها ترتاح شويه، وبعد ما ترتاح شويه هرجع لكم تاني بقى ان شاء الله. طبعا العجين دوت ما بيحتاجش غير ملح وميه بس فقط لا غير. طبعا ما حطيناش حاجه غير ملح وميه بس، والعجينه خلاص كده خلصت معانا. طبعا هسيبه يرفع ربع ساعه، وبعد الربع ساعه ان شاء الله باذن الله هرجع لكم. هسيبه ربع ساعه وارجع لكم تاني عشان بس ايه يرفع شويه. هو ما فيهوش خميره ولا حاجه، بس يعني يرتاح شويه وارجع لكم تاني. دلوقتي سيبناه رفع اهوتي ربع ساعه. هنقطعه معاكم كده. اللهم صل على سيدنا محمد. حطينا على الصينيه دقيق. اللهم صل على النبي. هنقطعه بالتقطيعه دي كده ما شاء الله. اللهم صل على النبي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اقطع الكميه كلها وارجع لكم. سيدنا محمد قطعت دلوقتي كله العجين كله بتاع الرقاق. اللهم صل على سيدنا محمد. هبططه بقى كده معاكم. ما لقيتش النشابه فانا جبت الماسوره بتاعت ستاره. معلش بقى النشابه انكسرت، فانا هعمل الماسوره عادي بتاعت الستاره. اللهم صل على سيدنا محمد.
يعني بقى كده اول واحده اكون قطعناها في الاول، نعملها هي اول واحده اهي، دي اول واحده. هنعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. هنلف كده بقى بالطريقه دي كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فرد الرقاق سهل مش صعب اهو. نحط دقيق ونعمل كده اهو بالطريقه دي. نحط دقيق تاني اهو، نلف كده على الصوره. احنا كان عندنا ايه طبعا الشيبه بس اتكسرت، فاحنا ايه دلوقتي الكيش بيقول لك اتصرف، لازم ان انا اتصرف اجيب اي حاجه اعمل بيها اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الطريقه دي كده اهو. اهم حاجه ان احنا نلف كده اهو. احنا عايزين رقيق بقى كده، لان الفطير المفروض بيبقى ايه رقيق اهو كده اهو. طبعا احنا مقطعينه ايه تقطيعه ايه في الوسط اهي. هعمل كمان لفه اهو. اهم حاجه ان احنا نشوف الطريقه دي كده اهو اهو. بس كده بسم الله سيدنا محمد. انا بقى احط في الفرن واجيلكوا هخلص الكميه كلها بقى وارجع لكم. احط في الفرن بقى وارجع لكم اخلص الكميه كلها واوريكم بقى الكميه بعد ما اخلصها. ارجع لكم تاني بعد ما اخلص الكميه وابططها بقى كده وافردها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الرقاق الطري بتاع العيد، عيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه. لسه قايمه برضو من فريح الفرن خلصت دلوقتي ما شاء الله. شايفين بقى عملنا الرقاق بكل سهوله في البيت، وطبعا انا لسه طبعا عاملاه معاكم طبعا. اللهم صل على سيدنا محمد. دلوقتي عارفه عجنته بقى معاكم وكل حاجه معاكم، وطبعا هو مفيش غير ميه ودقيق وملح بس فقط لا غير. ما شاء الله نعمل حاجتنا في بيتنا بقى احلى من نشتريها من بره. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. شايفين اللهم صل على النبي دايب دور ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. نعمل حاجتنا في بيتنا بقى بعد ما نشتري من بره، ما بياخدش وقت والله، لا في فرد ولا في عجينه، في كل حاجه في ثواني والله العظيم. يعني في منتهى الجمال، ما غابش خالص، ما غبتش خالص فيه، على طول فردته وعجنته ما شاء الله. طبعا مش بتحطلوش لا خميره ولا اي حاجه، هي ما فيش غير الميه والملح فقط لا غير والدقيق ما شاء الله. وطلع اهوتي في منتهى الجمال. اللهم صل على سيدنا محمد. ودلوقتي بقى اقول لكم استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.